في سنة 1995 الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية كان في مكتبه قاعد بيراجع الخطابات والرسائل اللي هي كانت مفروض ان هي مبعوثة للرئيس مبارك، فاتفاجئ بجواب عاجل من البريد ومكتوب عليه يعرض على الرئيس مبارك شخصيا وبشكل عاجل. طبعا زكريا عزمي فتح الجواب عايز يعرف فيه ايه، ولما قرأ الجواب راح اتعصب جدا وقال هو ايه العالم الفاضية دي؟ هي الناس اتجننت ولا جرالها ايه؟ وراح رامي الجواب. مساعد زكريا عزمي سأله وقال له خير يا فندم في ايه؟ رد وقال له تصدق واحد باعت خطاب للرئيس قال ايه عايزه يحضر عيد ميلاده، واللي باعت الجواب يعني مش اي حد. طبعا رمى الجواب بالدعوة، وبعد كام يوم من الجواب الرئيس مبارك اتفاجئ ان في قضية رسمية مرفوعة عليه في محكمة القاهرة للأمور المستعجلة. الحكاية بقى ايه؟ الحكاية ان الأستاذ المحامي عبد الحليم رمضان كان عامل عيد ميلاده في فندق الهيلتون، وقال لكل أصحابه هعمل لكم مفاجأة استعدوا، الرئيس مبارك شخصيا هيجيلي عيد الميلاد يحتفل معاه. وطبعا ما جاش، وساعتها قال والله لجيبه في المحكمة. وبالفعل راح محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ورفع قضية ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ووزير العدل، وطلب إصدار حكم سريع لحضورهم عيد الميلاد. طبعا مبارك لما عرف بالقضية فضل يضحك وقال هو عبد الحليم لسه بيعمل الحركات دي؟ طبعا الناس اللي حوالين الرئيس استغربوا وقالوا له هو حضرتك تعرف الشخص ده يا ريس؟ فراح قال الراجل ده قبل كده رفع قضية على الرئيس السادات قدام محكمة القضاء الإداري، ولما راح أول جلسة لقى طبعا صورة الرئيس السادات متعلقة ورا القاضي، وتاني جلسة راح جايب صورة ليه هو كبيرة وعايز يعلقها جنب صورة السادات ورا القاضي. فطبعا القاضي قال له هو ايه ده حضرتك؟ فقال له دي صورتي عايز أعلقها جنب صورة السادات. فرئيس المحكمة ضحك وقال له تعلق صورتك ازاي؟ فقال له حضرتك ما ينفعش تكون محكمة تعلق صورة خصمي قدامي، حضرتك كده ما فيش لا مساواة ولا عدالة، يا إما تشيل صورة الرئيس يا إما تحط صورتي جنبه. طبعا رئيس المحكمة ما ردش، فالمحامي عبد الحليم قال له كلامي صح ولا مش صح؟ فالمهم رئيس المحكمة اتصل برئيس مجلس الدولة قال له الراجل بيتكلم صح، شيل صورة الرئيس من المحكمة ومن كل الأماكن في القاعة عندك. فلما حكى الرئيس مبارك القصة بتاعته وضحك قال بس يعني مش لدرجة إن أنا أروح عيد ميلاده. وطبعا المحكمة رفضت الدعوة اللي رفعها عبد الحليم رمضان وقالت إنها مش مختصة بالأمور الشخصية اللي زي دي. والرئيس مبارك في عيد العمال سنة 95 اتكلم في القصة دي وقال أنا لو حضرت عيد ميلاد ده وده يبقى كده أنا مش هبقى رئيس الجمهورية، أنا هبقى رئيس أعياد الميلاد.